وكاركترات بقى. يعني علاء ولي الدين هنا بيعمل جواهر في شخصية الأم، واللي هي لحد النهاردة ترندي جدا وكلنا بنفتكرها، وبيعمل دور الأب اللي هو برضه ترندي جدا وكلنا بنفتكره، وبيعمل دور الابن. ده غير طبعا لما بنشوفه هو بيعمل دور المدرس في العصر الفرعوني، ودور المدرس وهو في العصر ثورة 19، ودور المدرس وهو في عهد المماليك. كل الكاركترات دي بروزت حجم ومدى موهبة علاء ولي الدين، لدرجة ان في الفترة اللي نزل فيها الفيلم ده مفيد فوزي وصف علاء ولي الدين بدبابة الكوميديا. ما تعرفش هل هو كان بيتنمر عليه ولا هل هو ساعتها كان بيوصفه وصف حقيقي، دبابة الكوميديا. النجاح الساحق ده شقيق اللي حصل في فيلم الناظر، وخلى فيلم الناظر يعتبر من كلاسيكيات الألفينات دلوقتي، حط ضغط كبير قوي على علاء ولي الدين، وحط نجومية كبيرة قوي على علاء ولي الدين، وبقى في دوشة كتير قوي حوالين علاء ولي الدين. وعلاء ولي الدين بطبيعته مش بتاع الحاجات دي، ولذلك لما بيتسأل في لقاء صحفي ايه اكتر حاجة خدتها منك النجومية، قال الصحة، وانه بسببها وبسبب التوتر والقلق تعب كتير، لدرجة ان المؤلف بلال فضل بيحكي انه في مرة من المرات علاء كان ماشي شايل شنطة كبيرة كده، وفي حد من الجمهور وقفه وقال له ايه ده، الشنطة دي فيها سندوتشات؟ فانفجر فيه علاء ولي الدين على غير عادته وقال له ايوه اتفضل افتحها. فالراجل بيفتحها فبيلاقيها كلها ادوية. علاء ولي الدين يا شقيق تعب في مشواره الفني بشكل غير طبيعي، ولكن عشان الراجل ده كان صادق وبسيط جدا مع نفسه ومع اللي بيعمله، انت عمرك ما كنت هتحس بده. حتى لما بيعمل فيلم ابن عز، فيلمه الثالث اللي حلو على فكرة وكان بيضحكني جدا وانا صغير، ولكنه فشل على مستوى الايرادات ومقارنة بالفيلمين اللي قبله، ولكن انت عمرك ما كنت هتحس ان الراجل ده مهموم او الدنيا مدياله على عينيه، وكأنه كان قاصد يسخر حياته كلها بس، او يخلي ظهوره قدام